حضور وصديق واخ قبل ما يكون سياسي وداعم لجمعيه الحكمه. شكرا. شكرا لجمعية الحكمة على كتمثل العنصر النسوي وكتمثل العنصر الرجالي. شكرا لجمعية الحكمة على تنظيم هذه الندوة القيمة. شكرا للأساتذة على هذه المداخلات القيمة اللي كتبت في القضية الصحراء الوطنية. أنا المداخلة ديالي هي أن الندوة ما كانتش مجرد عنوان، هو واقع كيعيشو المغاربة أجمعين، اللي هو كيف كنقولوا القضية الصحراء المغربية من المسيرة الخضراء. يعني كيف ذكرت الأستاذ السياق التاريخي كيفاش بدات المسيرة الخضراء وكيفاش دعا إليها صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني، حيث لم يكن حدث عابر بل كان واحد النضال سلمي، وكانت واحد الملحمة تاريخية اللي شرفات المغرب وعطات واحد الديناميه وخلات هاد المسيره تجسد على ارض الواقع وبقات كتوارث من جيل الى جيل اخر. وكذلك انها ما كانتش غير فقط المسيره الخضراء، فقط تبعها واحد مجموعه من كيف كنقولوا واحد المجموعه من المسيره التنمويه الشامله اللي طرق لها الاستاذ كذلك، اللي بداها كيف كنقول بدا الحسن الثاني وخدم مشعل جلاله الملك محمد السادس، اللي عطى واحد المجموعه من المشاريع التنمويه بالمنطقه. كيف كنشوفها يعني جميع المغاربه او جميع العالم كامل كيشوف التطور اللي كتعيشه الاقاليم الجنوبيه. دونك كنشكر الجميع وكندعو كيف قال الاخوان ان الجمعيات المجتمع المدني يكونوا بحال هاد الندوات وهاد اللقاءات، ويكونوا فيهم اطفال اللي تاهما ياخذوا المشعل وتاهما يحسوا بهاد المسيره. وكذلك كيف قال الاستاذ حنا ملي كنحضروا شي ندوات اولا شي كيجي شي كيف كنقولوا شي اب مثلا عاش ديك المسيره وكيعاود لك بحال كتحس براسك انت عشت ديك اللحظه وانك كنتي معاهم. دونك كنشكر جمعيه الحكمه على هذه الندوه المتميزه، وكنشكر الاساتذه كذلك. تحيه تربويه لكم وشكرا. شكرا الاخ حمدي. غادي ناخذ كلمه الشباب اللي معنا، يا اما منتصر بوهو ولا الشاب رضا، واحد فيكم يتفضل. تنبغي نشكر جمعية الحكمة التواجد ديالي مع الاخوان الزملاء والسياسيين ديالنا، والمهم جميع المكونات يحضروا لهذه الندوه، وكانت ندوه قيمه وكبيره. ونطلقوا الاساسيد للجميع كما قال الاخوان. الا حاجه واحده انا بعدا قبل ما نقول المداخله ديالي عندي واحد القضيه ما شاروش الاخوان والاخوات، هما القبائل اللي شاركوا في الصحراء اللي يواكبوا هذا اليوم هذا، كان لهم واحد الدور مهم. القبائل اللي هما من الداخل ماشي من الصحراء، هذا هو اللي تشكر الاستاذه سوريا ماشي بعيد التيار الخميسي. والحين بغيت نقول لك واحد المسلحه ايام المسيره. انا كنت ولد، كنت في الاعدادي ولد 13 سنه ديك الساعه، وتا طلعت كنشوف الناس يطلعوا كاين وتا انا طلعت. نجدد الشكر لجميع المكونات الحاضرين ضمن هذه الندوة. أجدني مسرور وفخور بشهادتكم، وكذلك أن بابنا مفتوح لجميع الفاعلين الجمعويين. تحمل كذلك الحضور الأستاذات في تأطير وتكوين مثل هذه الندوات العلمية والثقافية في سبيل وطننا وفي سبيل تنشئتنا وأبنائنا وبناتنا. شكرا لكم مرة أخرى على استقبالكم الجميل هذا، ونجدد اللقاء إن شاء الله في مناسبة أخرى. السلام عليكم مرة أخرى.
شكرا للحضور ديالكم والاستماع ديالكم الجيد. انا جد فرحانه في هذا اليوم انني في هذا اللقاء الثقافي وفي هذا العرس الثقافي. شكرا للاخ رضا على الشكر ديالو، وشكرا للاستاذ عبد الرافع على الملاحظه اللي عطى من ناحيه خلق الشراكات مع الاطار المجتمع المدني، لان هذه الشراكات صراحه كتعطي واحد القيمه داخل المؤسسه التعليميه في اطار ترسيخ القيم المبادئ الأساسية لدى التلاميذ، خاصة في الإطار كما أشرت في الندوة. وشكرا لكم، شكرا على الحضور ديالكم، وشكرا لجمعية الحكمة للتنمية البشرية، وشكرا للحضور الكريم. شكرا. إذن بدوري يعني أشكركم على الحضور وأشكركم على حسن الإصغاء وحسن الاستماع، ونتمنى وكما كذلك أشكر جمعية الحكمة للتنمية البشرية على الدعوة وعلى تنظيمها لهذه الندوة الثقافية التي يعني جسدت الاحتفال بالذكرى ال50 للمسيرة الخضراء، وهي ذكرى غالية على قلوب المغاربة، ويعني خصوصا يعني بعد قرار مجلس الأمن الدولي. إذن نتمنى أن تجمعنا الفرصة في محطات قادمة وفي قضايا تاريخية وجغرافية قادمة إن شاء الله، وشكرا. واختتام الندوة غادي نقوموا بتقديم شواهد تقديرية للأساتذة اللي شاركوا معنا في هذه الندوة اللي غادي تفضلوا معنا. غادي نقدموا الشهادة التقديرية للأخت أمل. ممكن تشوف فيكم فيه الشهادة التقديرية السي حمدي عبد الله. استمر الأستاذ جواد اللي كان ليه الفضل في إغناء هذه الندوة بالتدخلات القيمة ديالو، شكرا لك من هذا المنبر. الأستاذة سمية الوحدي واللي غادي يقدم لها الشهادة التقديرية الأستاذ مستعين اللي هو أستاذ ديالنا في المنطقة ديال ولاد حمد، وجميع الجمعويين كيفتخروا به وكيتواصلوا معاه في أي حاجة كيحتاجوها إلا وكيكون الباب ديالهم مفتوح. تبارك على السي مستعين، وشكرا للأستاذة سمية الوحدي، شكرا لك على هذه الندوة اللي حضرتي معنا. الأستاذة الزهرة أيسباحو، شابة من الشباب اللي عاونونا في هذه الندوة، غادي يقدم لها الشهادة التقديرية السي مومن اللي رحب بينا في المقر ديالو في المركز ديالو، والباب ديالو ديما مفتوح للجمعية ديالنا. شكرا لك. ما عرفتش شكرا لكم جميعا. غادي نقوموا بالختام ديال الندوه ديالنا برفع برقيه الولاء الى مولانا امير المؤمنين صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله وايده. الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه اجمعين. مولانا صاحب الجلاله والمهابه امير المؤمنين وحامي حمى المله والدين، ادام الله عزكم وعلاكم. مولانا بمناسبة تخليد الشعب المغربي قاضبة وفي مقدمته خدامكم الأوفياء الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء المضفرة، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة السيد رضوان بوهو بصفته رئيس جمعية الحكمة للتنمية البشرية أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء ومنخرطي الجمعية بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسماء آيات التهاني وأصدق مشاعر الولاء والإخلاص والتعبير عن التشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلالة، إننا ونحن نستحضر هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي جسدت عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه في التحرير السلمي والتلاحم الأبدي بين العرش والشعب، لنعبر عن اعتزازنا الراسخ بما تحقق تحت قيادتكم الرشيدة والمتبصرة من إنجازات تنموية كبرى في أقاليمنا الجنوبية، حولتها إلى نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة ومحور ربط استراتيجي مع العمق الإفريقي. كما نؤكد لجلالتكم التعبئة الوطنية الدائمة والانخراط اللا مشروط لجمعيتنا في الدفاع عن وحدتنا الترابية ودعمنا المطلق لمبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بتأييد دولي متزايد كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع، والتي في الأسبوع الماضي قد أقرت
بمشروعيته الأمم المتحدة. مولاي إن خدامكم الأوفياء لا يجددون لجلالتكم العهد المقدس على الوفاء والإخلاص والسير على نهجكم الحكيم، متجندين وراء قيادتكم السامية من أجل رفعة وعزة وتقدم وطننا الحبيب، سائلين المولى عز وجل أن يمدكم بعونه وتوفيقه الدعاء الصادق. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة المجيدة، وأن يقر عين جلالتكم بولي عهدكم المحبوب صاحب الجلالة الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بسنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. خديم الأعتاب الشريف رضوان بوهو رئيس جمعية حكمة للتنمية البشرية، وشكرا لكم جميعا.